عبد الحليم تعب جدا في بروفات اغنيه قارئة الفنجان، وقبل البروفات كمان تعب في تغيير كلمات مش عاجباه وعايز يغيرها، وكانت اتصالات كتيره زي ما احنا عارفين القصه الشهيره اللي بينه وبين نزار قباني. يبقى ده جزاؤه لما يجي يغني الاغنيه يحصل له كل ده؟ ومين المسؤول انه يبوظ لعبد الحليم الحفله بتاعته؟ عبد الحليم اللي كان ليه اكتر من 23 سنه على الساحه بيغني، ليه اخر حفله حصل فيها كده؟ ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو. نسمي الله ونصلي على رسول الله ويلا بينا على الفيديو. قارئة الفنجان ايوه انا اتكلمت عليها قبل كده ولكن مش باستفاضه. وكمان حاجه كمان، ان الاغنيه دي قد ايه تعب عبد الحليم فيها، وقد ايه انا مستاء جدا من اللي حصل ده. حاسه ان انا ما اديتش عبد الحليم حقه من تعب وجهد كبير في اني اتكلم عنه باستفاضه في قارئة الفنجان. قارئة الفنجان عبد الحليم دفع فلوس كتيره جدا في مكالمات تليفونيه ومقابلات كتيره جدا للشاعر نزار قباني عشان يغير كلمات ما ينفعش انه يقولها. في أبيات مكسورة